السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. هل تمنيت تغيير لون عينيك من البني إلى الأزرق بدون عدسات لاصقة في 20 ثانية؟ أتانا العلم الحديث بشيء لا يصدق. نعم، فإنك إن صادفت أحدا وقال لك إنه من الممكن أن تغير لون عينيك من البني إلى الأزرق دون عدسات لاصقة وفي فترة بسيطة وهي 20 ثانية تقريبا، حتما إنك لن تصدق. ولكن بعدما أصبح العلم متطور للغاية فعليك أن تصدقه، خصوصا بعدما سأخبرك بالطريقة التي توصل إليها الطبيب الأمريكي. لكن عليك أن تعلم أولا أنه حسب الدراسات العلمية فإن لون العين يكون وراثيا، وإن اللون البني هو اللون الأكثر انتشارا في العالم، ويكون بداخل العين شيء يسمى بالقزحية. بداخل هذه القزحية مادة تسمى الميلانين، وهذا ما يشكل لون العين. وإن كان هذا الميلانين قليل أو ناقصا بداخل القزحية سيكون لون العين أزرق، أي إن اللون الأزرق ليس له وجودا واقعيا، بل هو ناشئ بسبب نقص في الميلانين. ولكن على أصحاب العيون الزرقاء ألا يقلقوا، فهذا لا يؤثر على الصحة مطلقا. والآن ننتقل للطريقة التي تغير لون العيون من البني إلى الأزرق حسب ما اكتشفها الطبيب الأمريكي، ويحدث ذلك عن طريق عملية لا يكون فيها أي نوع من الجراحة ولا الحقن إطلاقا. كل ما يتم هو استخدام شعاع من الليزر يقوم بإزالة الصبغة البنية من العينين، ويحدث ذلك بسهولة جدا ودون مضاعفات تجعلك ملازما للراحة لفترة طويلة. إن كل ما يحدث أنه يتم إزالة صبغة الميلانين البنية من الطبقة العليا لقزحية العين، وبذلك يحدث نقص في الميلانين، وبمرور 3 أسابيع فقط يتحول لون عينيك من البني إلى الأزرق، وذلك لأن الأزرق هو اللون الطبيعي للعين في حالة عدم وجود ميلانين. ولكن من يعمل هذه العملية لن يكون قادرا على إرجاع عينيه للون البني مرة أخرى نظرا لإزالة طبقة الميلانين. ولقد أصبحت هذه العملية تنتشر نوعا ما، حيث إن العالم يقول بأنها ستكون أكثر انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 3 سنوات تقريبا.